السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي خوتي، نهاركم مبارك سعيد، تقبل الله فطوركم وبالصحة والعافية. اليوم الموضوع ديالنا موضوع شيق وبزاف. علاش؟ لأن بزاف فينا كيطيح في هاد النقطة هادي وما كينتبهش ليها، واللي هي بزاف ديال الناس تيكون جالس ما عليه ما بيه، حتى شوية كيلقى راسو تياكل، وهنا كيبقى يطرح السؤال: واش نكمل النهار ما نكملوش؟ واش دايز ليا الصيام ما دايزش؟ يبقى يطرح الاسئله وتيبقى يجبد ليا مواقع التواصل وتكتب السؤال: هل يصح صيام من اكل ناسيا؟ وكل واش تيقول لي. انا غنبسط لك دابا الامر، لكن قبل ما غنجاوبك غنسولك واحد السؤال: شنو اللي خلاك تاكل وانت ناسي؟ عرفتي شنو هو انك ما مداومش على الصيام، هو انك الصيام ما كدورش به العام كامل، حتى كيجي رمضان والعقل ديالك كما ولف انه يبقى النهار كامل بالجوع، موالف فين ما كيدوز كيلقى شي حاجه قدامه تيهزها. لكن دابا مني جا الصيام بحال جيتي شي واحد شي حاجه مولفاش وحطيتيها عليه بواحد الطريقه اللي هي مفاجئه، وبطبيعه الحال انه غادي تجي غريبه شويه وما غاديش يقدر يتاقلم معها بسرعه. ولهذا فحاول انك تداوم على الاقل اثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، اولا صيام 3 ايام من الشهر. واش عارف شنو هو الاجر ديال صيام 3 ايام من كل شهر؟ وراه الصيام ديال 3 ايام كل شهر بحال صمتي الدهر كامل، يعني بحال صمتي عمرك كله. علاش؟ لان الاجر كيضرب في 10، وبالتالي انت ملي غتصوم نهار غيضرب لك في 10، اذا 3 ايام هي 30 يوم، اذا كانك صمتي 30 يوم كامله، اذا انت فزتي معنا بالاجر ديال صيام الدهر كله. لكن هنا غادي نقول لك الجواب ديال السؤال ديالك هو ان الصيام ديالك دايز على نفسك، والله عز وجل أطعمك وساقك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أطعمه الله وساقه. إذا أنت كل كليتي بالصحة والراحة، عندك تعجبك هذه القضية دي ومرة تاكل وتقول راك تناسي؟ لا، لك تناسي، الله عز وجل كيعرف شنو القلب ديالك. تحياتي لك. المهم نتايا حاول انك الا كليتي تنوض تمضمض فم ديالك مضمضه على قد الحال ودوز، ماشي تمضمض وتشرب. المهم ما عليناش، انت مضمضتي صافي نوض كمل الصيام ديالك ما عليك والو، بحال ما كليتي ما شربتي، وبالصحه والراحه جابلك الله حتى بين يديك. المهم ما تنساوناش من دعواتكم. تحياتي لكم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.